السلام عليكم كبيدات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال نتوما وعائلتكم. اليوم غادي نبارطاجي معكم فيديو جديد، كونسيبت جديد. كما كتلاحظوا غيرت اسم القناه، غيرت اللوغو وغيرت لو كونسيبت اللي غادي نبقى ان شاء الله نبارطاجي معكم. فان شاء الله الفيديو ديال اليوم هو الجزء الاول ديال سلسله الفيديوهات الخاصه بلا باتيسري. غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو الماتيريال الاساسي اللي غادي تحتاجوا الناس اللي غادي يدخلوا لهذا الدومين ديال الباتيسري وباغيين يعرفوا شنو الاساسيات ديال الماتيريال اللي غادي يحتاجوا. فهذا الفيديو غادي يفيدكم بزاف، نتمنى انكم تتبعوا الى الاخر. الناس اللي جدادوا اول مره كيشاهدوا القناه، ضغطوا على زر اشتراك مع تفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد نزلته في القناه، غادي توصلوا طبعا باشعار. فعلى بركه الله غادي نبداو. اول ماتيريال غادي تحتاجوا اللي اساسي هو لو بيتران اولا الباتور ديال البيتران اللي غادي تخدموا به لي جينواز ديالكم، لي كريم، لي مورينغ. غادي ينفعكم بزاف لان صراحه حتى الباتور كيلعب دور مزيان. الباتور العادي باتور الكتريك طبعا، ولكن هذا يعاونكم لا في الوقت ولا في لا كاليتي. فالبيتران ضروري، الباتور ايضا الميزان. انا كنصحكم بهاد الماركه ديال الميزان، فرائع جدا، كيعطي لا بريسيزيون مزيانه. غير هو ردوا البال بالنسبه لي بوطون. جربوه عند مول المحل عاد خذوه، لان هذيك البوطون ديال طاغ اللي دابا بركت لكم عليها شي 3 ديال المحلات تلقى عندهم مشكل ديال هذيك طاغ خاسره ما كتخدمش. وهذيك طاغ مهمه باش كترجع لكم الميزان للزيرو، باش كيعطيكم لا بريسيزيون في العبار. هذا ما كان المهم، الميزان راه ضروري هو لو بيتران. غادي ندوزو الان لي مول. لي مول اللي غادي نديرو فيهم لي جينواز كاينين باشكال متعدده، كاين على شكل قلب، شكل دائري، مربع. غير هو اللي ننصحكم به انكم تاخذوا هاد لي مول اللي يكونوا كيتزادوا ويتنقصوا كما كتلاحظوا معايا، باش نتوما كتحكموا في لا طاي ديال الجينواز اولا ديال الطورطه اللي نتوما باغيين تحضروا. فعندي هذا فمثال مربع، انا غادي نرجعو مستطيل، نقدر نرجعو مربع كبير. نفس الشيء حتى هذاك السيركل الدائري حتى هو راه كيتزاد فيه ويتنقص. فهذه هي النصيحه ديالي، خذوا اللي كيتزاد فيه ويتنقص ويكون ايكيليبري. منين تحطوه سور لو سول ما يكونش عوج، باش ما تبقاش تخرج لكم العجينه ديال لا جينواز اولا الكريمه. بالنسبه لهاد لي مول ديال لاير كيك راه كيتباعوا هكا كومبلي فيهم 3، الكبير والموين والصغير. فيه حتى هو هذاك اللي كيتزاد ويتنقص، مي انا جو بريفير في هذا ديال لاير كيك مادام فيه هاد 3 كيتباعوا كومبلي. خديتهم عاديين ما كيتزادوش ما كيتنقصوش، وهادوك اللي كيتزادوا ويتنقصوا راهم زايدين في الثمن على هادو. لو بلاطو طورنون كاين ديال بلاستيك، كاين ديال الزاج، وكاين ديال لينوكس. وديال لينوكس هو لي بروفيسيونيل وغالي في الثمن. من الناس اللي غادي يخدموا غير ديورهم ودي كوموند خفاف، هذا ديال البلاستيك عملي جدا وكيدور مزيان وكل شيء قاضي الغرض. عندنا هنايا الفوي ديال اليد، فوي يدوي غادي تحتاجوا طبعا باش تحضروا به لي كريم باتيسير. غادي تحتاجوا بزاف هاد لي فوي، انا عندي الكبير وعندي الصغير. بالنسبه لهاد الترمومتر فهو من الاساسيات، ضروري البنات خاصكم تشريو، خصوصا المبتدئات في هاد الدومين ديال لا باتيسري. لان لي بروفيسيونيل راه كيعرفوا لو دوغري ديال الحراره اللي وصل لها داك بمثال لو سكر ولا الكراميل. مي المبتدئات فهاد الترمومتر ضروري، غادي يعاونكم بزاف بزاف في العمل ديالكم، خصوصا منين غادي تبغيو تطلعوا لا مورينغ ايطاليان. فالترمومتر من الاساسيات. هذا الشاليمو باش كنديروا داك لا كولور في المورينغ من الفوق، بحال الا كتحمروها من الفوق. عندنا البوشادوي، بالنسبه لي بوشادوي كاين لي جوتابل وكاين لي لافابل. انا جو بريفير هادو لي لافابل اللي كيتصبنوا ولا كيتغسلوا وتعاودي تخدمي بهم. وكاينين لي جوتابل حتى هما رخاصين في الثمن، غير هادو كيبقاو لك ديورابل، يعني كتخدمي وتعاودي. الاخرين جوتابل راكي كتخدمي بهم طبعا وكتلوحيهم.
بجوجهم الثمن ديالهم مناسب وفي المتناول، وكل واحد فين تيرتاح في الخدمه ديالو. عندنا هنايا لي دوي، كاين هاد لو تروك هذا خديته من بيم، صراحه لقيت الثمن ديالو جد جد مناسب وعملي. هاد لو تروك هذا فيه 3 ديال البياسات. البياسه الاولى باش كتغرب لي السكر الثقيل الا بغيتي ترشي لي طاخت ديالك. البياسه الثانيه باش كتفرقي الابيض على الصفر ديال البيض. وهاد البياسه الثالثه دايره بحال شكل محقن الا بغيتي فهميتها تسقي الكيك ديالك اولا لا جينواز ديالك اولا الطورطه ديالك بالغاناش. فهذاك عملي داير بحال المحقن. هانتوما راه حتى الكرتونه كيشرحوا لك كل حاجه وشنو الدور ديالها. فالثمن ديالها بستة دراهم وخديتها وفعلا عمليه. غادي ندوزو الان الباتا سكر والمستلزمات ديالها. بالنسبه للباتا سكر ضروري خاصها طابي سيليكون لانه كيعاون في الخدمه، ما كيخليش ديك لاباتا سكر كتلتصق لك في سطح العمل. وكما كتلاحظوا هذيك الطابي اون سيليكون اون فوا كتحطوها على البوطاجير هكا تلصق ما كتبقاش كتزلق. عندنا هاد لي سيزون بلاستيك باش كنقادو الحواف ديال الباتا سكر في الطورطه وباش كنقادوها مزيان وكنيطاليوها مزيان. عندنا هاد المدلك ديال الشمع باش كنسرحو نطلقو لا باتا سكر. ما يمكن لكمش تخدموا لا باتا سكر بمدلك عادي، من الاحسن هذا ديال الشمع كيعاون في الخدمه باش ما كيخليش ديك لا باتا سكر كتعلك لك في الخدمه ديالك. عندنا هاد القريعه باش كنسقيو لا جينواز ديالنا، عمليه حتى هي صراحه. كاين هاد لو بانسو حتى هو غادي تحتاج في العمل. كاين هاد لي سباتولون بلاستيك حتى هما كيعاونوا باش تتقادي لا كريم. كاين هاد لي سوز اون اينوكس حتى هي باش كتقادي الجناب ديال لا كريم اللي دايره لا طاخت. بالنسبه لهاد الموس كبير وديال المنشار ضروري باش غادي تقطعي لا جينواز تفرقيها. عندنا هاد لي سباتول ديال لينوكس كودي باش كتايطالي لا كريم في الوجه ديال الطورطه اولا في الجوانب. هذاك لو تريك اللي قلت لكم شريت من بيم كنت ديجا شاريه قبل هذا وزدت واحد اخر. هذا حتى هو باش كنفرقوا الصفر على البيض تينزل وكيبقى الصفر تمايا في هذيك لابارتي. راه ما بغيتش نحيدها من الكرتونه حتى نوريها لكم. عندنا ليسوس ديال بلاستيك، الا بغيتو تخدموا بلينوكس كتخدموا، بغيتو تخدموا بالبلاستيك كتخدموا، لكم الاختيار. عندنا هاد لي بول ديال لينوكس كيعاونوا في الخدمه باش كتخدمي كمثال العجينه ديال جينواز اولا كتطلعي فيهم لا كريم. هذا ما كان. وعندي هاد الكاس وفي نفس الوقت هو غربال وتقدري تعبري به، كتشدي به العبار وفي نفس الوقت تغربلي الدقيق اللي انت غادي تخدمي به اولا سكر كلاصي، عملي جدا. وعندنا هاد اللاطه ديال الفرن، انا خديت هذه لابوش فيها 30 على 40 وديجا خديت بحال هاد الشكل هما كبار الا بغيت نخدم لا جينواز في غران فورما يعني كبيره. هذا ما كان البنات، ان شاء الله ترقبوا الجزء الثاني من سلسله الفيديوهات الخاصه بلا باتيسري. الجزء الثاني غادي يكون فيه كل ما يخص لي طاخت الفرديين او لا طاخت الكبيره. فبقاو معايا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم قريبا الفيديو الجزء الثاني. ما تمشيو فين، شجعوني باللايكات ديالكم. الناس اللي جداد واول مره كيشاهدوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس. بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وعائلتكم، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.